السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بإذن الله مع بعضينا النهاردة في الفيديو خبز السندوتشات او خبز السندوتشات بتاع العيش والطعمية والفول يعني. إيه، ما شاء الله طريقة سهلة وناجحة وبسيطة، ومش هنعمله في الفرن خالص، يعني هعمله لكم في الطاسة، وهنعمل منه كمية طرية زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفة. وكمان هنعمل منه كمية ملدنة زي ما انت شايفة كده، يعني كمية ناشفة وحاجة كده سهلة عليكي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وفي الوقت نفسه مش هتحتاج الفرن كبير زي الفرن اللي احنا بنسوي فيه الخبز البلدي. تمام كده. ما شاء الله اللهم بارك، جميل وحلو، يستاهل منك لايك جميل. بس في اخر الفيديو لو عجبك حطي لي لايك حلو. تمام كده، يعني لو طلعتي باي استنفاع من الفيديو يا ريت ما تنسنيش في اللايك بتاعك الجميل. وطبعا الكومنت اللي هنصلي فيه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. هنبدأ حبايبي الفيديو بتاعنا بعد ما سمينا الله كده وصلينا على الرسول. هنبدأ بقى. معانا هنا ما شاء الله اللهم بارك حوالي كيلو الا ربع دقيق. احنا مش هناخد كيلو الا ربع كله، احنا هعاير لك النهارده بالكوبايه علشان يكون الموضوع سهل عليكي وما تغلبيش باذن الله. حطينا مجين ميه ونص، ركناه على جنب لو احتاجناه، بس احنا مش هنحتاجه. بس انا عايرت لك من الاول علشان تبقى مركزه معايا في المقادير، ما تغلبيش يعني. حطيت معلقه خميره فوريه وحطيت معلقه ملح. تمام كده، بس معلقه الملح مش مليانه قوي. هحط كمان 4 معالق زيت، وهنحط كمان 4 معالق لبن. حليب يعني. تمام. عندك حليب رايب؟ ماشي، ده حليب رايب عندي كان في التلاجة وجيت اغليه لقيته رايب، فقلت استخدمه في المعجنات بدل ما يترمي خسارة. كمان لو ما عندكيش انت لبن او حليب، آه عادي من المعلب اللي في المحلات، عادي ما عندكيش من المعلب، عندك معلقتين لبن بودر حطيهم، ما شاء الله اللهم بارك، بيجيبوا نتيجة حلوة. ما عندكيش خالص، عندك شرش بتاع جبنة من اللي احنا كنا عاملينه قبل كده مع بعض، حطي منه 4 معالق. هنبدأ بقى ننزل بالدقيق بتاعنا. انا بعاير لك بالكوباية علشان خاطر ما تغلبيش، وانتوا دايما بتسألوني انت حاطة كام كوباية. تمام حبايبي. هنا هنحط معانا ما شاء الله اللهم بارك 5 كوبايات. هحطهم على فترات، مش هحطهم كلهم. انا هحط مقدار ال4 كوبايات لكوبايتين المية. وانا هحب العجينة تكون متماسكة شوية معايا علشان اعرف اشكلها واعرف اسويها كمان في الطاسة، لان العجينة الطرية ما هتعرفيش تسويها في الطاسة، او لو سويتيها في الطاسة او في الصينية يعني على البوتاجاز من فوق مش هتقب معاكي ومش هتنتفخ. لازم العجينة تكون ملمسها متماسك شوية علشان تعرفي تقلبيها على الطاسة او في الطاسة يعني على البوتاجاز من فوق، مش هتحتاجي لها فرن. تمام كده. احنا كده حطينا 4 كوبايات، ورجعت نزلت بنص تاني، وهلاقي العجينة ملزقة معايا بزيادة عن اللزوم، احط نص كمان. انا عايزاها لا بتلزق في ايديا بس بسيط مش كتير. تمام. هبدأ بقى لت فيها حلو قوي، لت بقى فيها واشتغلي فيها حلو كده شوية، لت وعجن فيها جمال وحلوين زي حضراتكم كده. وهنبدأ نعدل العجينة بتاعتنا. ما شاء الله خدت نص مج كمان. يبقى احنا كده حطينا 5 مجات 5 مجات دقيق. الدقيق ده من اللي هو الدقيق الفاخر او دقيق الزيرو او دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق المحلات يعني عموما. اي نوع مش هيفرق، لانك انت هنا بنعمل خبز مش بنعمل كحك وبسكوت يعني. هنا بقى اي نوع معاكي هيفرق، حتى لو عندك قمح بلدي في البيت اعملي منه ما شاء الله بيبقى جميل. الناس اللي مش بترتاح للدقيق الزيرو قوي، لو عندك معلقه ما شاء الله اللهم بارك معلقه نخالة ردة، حطي معلقة واحدة عليه هتخليهولك يكسر سن الزيرو شوية. تمام، يعني هيخليه يحولهولك لدقيق قمح بلدي سنة كده، يعني مش هيبقى زيرو قوي ومش هيبقى أسمر قوي. عايزة تخليه أسمر قوي حطي معلقتين بس ردة على الدقيق ده. بس طبعا انخليهم كويس علشان ما يكونش فيهم أي حاجة غريبة يعني، لأن الردة طبعا هي او النخاله هي بتبقى بطبيعتها قشريه القمحايه طالعه من المكنه، فممكن يكون فيها حاجه سمراء او حاجه غريبه. انخليها الاول كويس وحطي معلقه او 2 حسب رغبتك انت، بس معلقتين هيخلوه لونه اسمر شويه، بس هيبقى جميل. هنا لتنا بقى العجينه بتاعتنا. هبل ايدي بس زيت كده والمها لمه حلوه علشان ما تلزقليش في الطبق، وفي الوقت نفسه وشها ما ينشفش مني. هغطيها بقى. خدت معايا ساعه، لان انا حطاها على الرخامه مش حطاها على السرير. انت عايزاها ما تاخدش معاكي وقت حطيها على السرير كده في قلب بطانية ولفيها، تاخد معاكي نص ساعة بس، لو انت يعني عايزة تجدعني. انما احنا براحتنا يعني، قلت براحتنا. خدت ساعة معايا وما شاء الله اللهم بارك، بقت التلت تلتين. المهم حبايبي،
تلتين عشان الناس هتسألني، يعني تضاعفت مرتين يعني. تمام، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة. ومعلقة الزيت اللي احنا دهناها على الوش مخليها ما هواش ناشف معايا. جبت بقى المفرش بتاعي وجهزت نفسي، وجبت كمان حتة فوطة. بتجيبي حتة فوطة علشان اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا رزقا يا رب العالمين، اللهم امين. جبت بقى معايا حبة دقيق، انا مش هحتاج نخالة خالص هنا علشان الناس اللي ما عندهاش نخالة، يعني الناس اللي مش متوفر عندها النخالة اللي هي الردة، النخالة اللي هي نخالة القمح. علشان في ناس بتبقى معانا جديدة ما بتبقاش عارفة انا بقول ايه بالظبط. النخالة اللي هي نخالة القمح، الردة يعني. احنا هنا مش هنستخدم لك ردة خالص، ولا هنستخدم الفرن كمان الكبير. ماشي. والخبز ما شاء الله جميل ومفتح وجميل ومورق وحلو وزي العسل، وريتهولك في اول الفيديو ما شاء الله اللهم بارك، جميل. بس امشي معايا بالخطوات علشان خاطر يجي معاكي مظبوط ومنفوخ زي ما انت شايفاه كده بالظبط. التحميصه بالله اللي احنا حمصناها دي انا سبته في الفرن، وهقول لك كل حاجه باذن الله وقت التسويه لما نيجي عند التسويه بتاعتها. هنا بقى بدات اقطع، هو بيمسك في ايدي شويه، بس انا بحاول ان انا بلي ايدي بلة دقيق خفيفه، ما بتنزليهوش في الدقيق قوي علشان ما ينشفش منك الرغيف، وبعد ما تسويه تلاقيه بينشف منك. احنا عايزينه ما هنرحش على مطرحه ولا على ايدينا، بس في الوقت نفسه ما يبقاش ناشف معي قوي الرغيف، يعني الاقي الرغيف طري وانا باكله كده. اعمله سندوتشات بقى، طعميه ماشي، سندوتشات سلطه كده مع فول وطعميه بتبقى جميله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك لكم ويبارك لنا يا رب اللهم امين. هتعمليه سندوتشات كبده ماشي، سندوتشات حواوشي، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. عايزه تعمليه حواوشي ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى جميل وطعم وحلو عن اللي بتشتريه من المحلات، لان اللي بتشتريه من المحلات بيكون سمكه رقيق قوي بزياده عن اللزوم، انما ده سمكه معقول زي ما شفتي، ما فيهوش تكتلات من جوه بعد ما استوى ولا اي حاجه خالص، سمكه حاجه معينه كده. هنا بقى بعد ما قطعناهم سبتهم حوالي 4 دقايق 5 دقايق بس، ما سبتهمش كتير علشان ما يخمروش معي قوي في التقطيع، واجي افردهم يروح خمرهم مني ويبوظ الخمر بتاعهم بزيادة. خليتهم عبارة عن انهم يرتاحوا مكان ما ايدي قطعتهم بس. تمام كده، واخدين بالكم معايا سمك الرغيف قد ايه اهو. السمك الرغيف البلدي اللي احنا بنعمله بخليه قد كده مرتين. تمام. بس علشان هو بيبقى رغيف كبير وبياخد مساحته في الفرن، وتسوية الفرن غير تسوية الطاسة. بس ما شاء الله اللهم بارك، احنا عملنا كمية حلوة حلوة زي العسل. تعمليها بصي من بدري كده، اول ما تقومي تفطري بيها ما شاء الله مش هتحتاجي تشتري من الفرن. عايزة تضاعفي الكمية، هتحطي 4 مجات مية، هتحطي 10 مجات دقيق. لو انت عايزة تعملي كمية يعني كبيرة بالمرة، ويبدأ يشتغلي زي ما انت بتشتغلي كده، وهقولك تفردي كله ولا لأ، وأقولك كل حاجة بإذن الله واحنا جايين مع بعض واحدة واحدة. هنا بقى ببدأ أفرد واحدة واحدة كده، برش رشة دقيق خفيفة، وإيدي من فوق ببلها دقيق بسيط، بحيث ان انا وش العجينة هو يفضل وشها للآخر لغاية التسوية، وقعر العجينة يفضل القعر بتاعها لغاية برضو التسوية. مهما اقلبها بعرف وشها فين وقعرها فين، ما بقلبش كده وخلاص واخد واحط على الصينية جنبي على القماشة اللي جنبي او الفوطة، لا، ببقى عارفة وشها فين وقعرها فين. لان انا لو حطيت الرغيف على وشه مش هيقب معك في الطاسة، فهمتيني؟ لا، لازم زي ما انتي قطعاه زي كده، ببله دقيق من هنا ومن هنا وبفرد براحتي، لكن عارفة وش الرغيف فين والقعر بتاعه فين معايا بالظبط. وش الرغيف بيكون ناعم شوية، ما بيكونش شارب دقيق من على الصينية او من على المفرش، فهمتوني؟ وش الرغيف بيفضل ناعم. انا كده فردت الكمية كلها وحطيتها على الفوطة زي ما انتوا شايفين، وهغطيها برضو بوش الفوطة، اسيبها حوالي 5 دقايق برضو، لان انا هبدأ بالرغيف اللي انا بططته الاول او فردته الاول. تمام. عبال ما ابدأ بالرغيف اللي انا فردته الاول هيكون الكمية التانية بدأت اختمرت معايا او ارتفعت معايا على الصينية. لازم الخبز يرتفع معاكي ولازم يخمر معاكي كويس علشان حبيبتي يطلع لك نتيجة ممتازة. كده خلاص بدأت اغطي العجينة بتاعتي حلو وبالراحة عليها خالص، ما تستعجليش على العجين بتاعك، براحته كده، وفي الوقت نفسه ما سيبوش مدة طويلة يخمر علشان ما يبص مني. كده هسيبه 5 دقايق وهنيجي بقى نسوي في الطاسة. ما شاء الله اللهم بارك، بدأنا بتسوية الطاسة، هسويلك في الفرن وهسويلك في الطاسة وهحمصلك شوية كمان واعمل لك كل حاجة.
هنا انا سخنت الطاسه الاول ورجعت وطيت الفرن البوتاجاز. تمام. طاسه ألمونيا عادي او تيفال عادي، اي نوع عندك مش هتفرق. ما عندكيش طاسه خالص، حطي اي حله عندك واشتغلي فيها هتنفع برضو. كده لما ببدأ أدوس على الرغيف أو أبدأ أقلبه، مش ببدأ أقلبه إلا لما يبدأ يشمع من تحت. يعني إيه يشمع يا أم يوسف؟ يعني ياخد لون الشمعية من تحت. تمام كده، يبدأ ياخد لون الشمعية بس، يعني يبدأ يدي نفخة بسيطة فيه. أبدأ أقلب الرغيف على طول، أودي وأجيب أودي وأجيب وأنا بقلب. خلي بالك علشان لو المعلقة اللي معاكي ليها سن او مثلا ضفير كبير او اي حاجه زي كده وانت بتقلبي بيها، هيقطع لك الرغيف، خلاص مش هيتنفخ معاكي تاني. هوريكي في الطاسه، هوريكي كل حاجه باذن الله، ما تقلقيش. هنا بقى لما ببدا اقلب الرغيف بمشي عليه المعلقه بالراحه، رايح جاي رايح جاي، داير ما يدور كده عليه. هيبدا ان الحته اللي فيها هوا هتبدا تتحرك لكل الرغيف اهو، زي ما انت شايفه كده. براحتك كده، براحتك، واحده واحده. انا هنا طبعا بسرع لك علشان ما اخليش الفيديو طويل عليكي. انت براحتك خالص مع الرغيف، واحده واحده. الرغيف احنا من اول ما فتحنا القناه مشبهين رغيف العيش بالطفل الصغير، فانت الطفل الصغير بتعامليه بالراحه. هو نفس الرغيف بالظبط. دايري براحتك واظبطي حاجتك براحتك، الدنيا تبقى تمام معاكي ونمشي مظبوط، وتبقى الدنيا حلوه زي العسل، وتعملي اجمل عيش وانضف عيش، وحاجه رخيصه عليكي يعتبر جنب اللي انت هتشتريها من بره. ابدأي بقى سوي نفس النظام كده. هنروح انا وانت بقى عند الفرن ونعمل كمية في الفرن الكهرباء، علشان الناس اللي ما عندها مش هتستخدم مثلا الطاسة وهتستسهل فرن الكهرباء. هنا خلاص هبدأ ادخل لك بقى على فرن الكهرباء اهو. حطيت 3 على الرف الوسطاني وولعت فوق وتحت من غير مروحة. عايزة تشغلي المروحة شغليها عادي، المهم ان انت ولعي فوق وتحت علشان الفرن يسخن معاكي كويس. بدأت حطيت 3 على الصينية جنب بعضيهم، حسب طبعا الصينية اللي هتشيل معاكي او حسب الصاج بتاع الفرن. حطي عليه الكمية بتاعتك، وانت بتاخدي الكمية من على الفوطة علشان تحطيها على الصاج او على الصينية، بالراحة عليها خالص. حاولي ايديكي ما تنغصي فيها جامد قوي علشان ما تفشيش الخمر بتاعها، علشان الرغيف يقب معاكي زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله اللهم بارك، الف صحة وهنا يا رب. وانتوا كمان تعيشوا وتعملوا لولادكم احلى حاجة. حبايب قلبي، الناس اللي اتعلمت معانا وبقت شطورة، ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. كل اللي انتوا بتعملوه لاولادكم ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. هنا بقى دول انا هحمصهم زي ما وريتهم لك في اول الفيديو كده، يعني هخليهم ملدنين. تمام. لو مثلا جوزك او ابنك او انت بتحبي الرغيف الملدن هتحمصيهم كده، بيبقوا جمال مع كوبايه الشاي. وكمان في الوقت نفسه لو انت، في ناس بتحبهم مع الجبنه القديمه وحبايه الطماطم، في ناس بتحب تاكلهم كده لوحديهم خالص زي الخبز الملدن اللي احنا بنلدنه معاكم على القناه. هنا خلاص هبدأ بقى اسيب دول، بحيث ان انا يعني بودي فيهم لفوق ولتحت. واخده بالك معايا؟ يعني انا بحركهم في الفرن لفوق ولتحت. يعني ايه لفوق ولتحت يا ام يوسف؟ يعني انا عندي مثلا الصاج اللي محطوط ده منع الهواء، منع النار انها تنزل على الصاج اللي تحت، فطبعا هياخد لون من تحت ومش هياخد لون من فوق. ظبطتهم كده وعدلتهم وسبتهم، وجيت لك نسوي 1 ولا 2 في الطاسه التانية كمان علشان نكمل بقيه الكميه بتاعتنا. انا حطيت اللي هناك علشان عبال ما يتحمصوا نكون خلصنا بقيه الكميه هنا. ما شاء الله اللهم بارك، سوينا الكميه كلها مع بعضينا. ما شاء الله، حاجه حلوه وحاجه نظيفه. انت عامله حاجه نظيفه وحلوه. على فكره لو انت عملتيهم وانت بتروقي مطبخك هتعجنيهم وتسويهم وانت بتروقي في المطبخ. يعني هتعجنيهم وعبال ما تدعكي وتروقي رخامتك والبوتاجاز والمواعين بتاعتك، معلش انا اسفه، هتبصي تلاقيهم اختمروا معاكي. خلاص هما طالما اختمروا في الطبق او في البوله بتاعتك مش هياخدوا وقت في الباقي. يعني الباقي بقى مش هياخد معاكي وقت. عندك فرن كهرباء زي كده هتسويهم، انتش عايزه تلدنيهم. يعني هياخدوا تسويه من فوق ومن تحت، وتطلعي على طول وحطيهم في حته فرطه كده او حته فوطه نظيفه طبعا على الرخامه، وغطيهم ببقيه الكميه بتاعه الفوطه التانية. هيفضلوا معاكي طراي وجمال. واعملي جنبيكي شويه الكبده او شويه الحواوشي او اي حاجه انت عايزاها، واعمليهم شويه سندوتشات حلوين تعشي بيهم، حاجه طازه ونظيفه، حاجه كده مضمونه وحلوه، حاجه انت عاملاها بايديكي وفرحانه بيها. يكفي انك انت بعد ما تطلعي من المطبخ طلع لهم بحاجه جميله وحلوه، وفي الوقت نفسه مش هتعوق معاكي في الوقت خالص. هي بس لو دفتيها في الاول وقت الخمر ما شاء الله هتدي نتيجه جميله زي ما انت شايفه كده.
هنا طبعا ده اتفتح مني من زاد خمر، زاد ارتفاع بزياده في الطاسه، فاتنفخ مني طق. حاولت ان انا بدوس عليه بحرف المعلقه. هنا بقى جيت لقيت حبايب قلبي دول هنا متلدنين وحلوين وزي العسل. هاجي اوريهم لك بقى في اخر الفيديو اهو، ما شاء الله اللهم بارك، حلوين زي العسل زي المتابعين بتوعهم يوسف الحلوين. طبعا لو استفدت باي معلومه ما تبخليش عليا باللايك، اللايك بتاعك بيشرفني وينورني ويحسسني ان ليا اخوات حلوين. ربنا ما يحرمني منكم حبايبي، والف شكر على تفاعلكم معايا على القناه، ما تحرمش منكم ابدا، واشوفكم بالف صحه وهنا وعافيه يا رب. شايفين الخبز حلو ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، جميل. شايفه القعر بتاعها زي الوش بالظبط، مفيش فرق كتير، زي الخبز اللي بنعمله في الفرن الكبير بالظبط، بس ده على صغنون وحلو ومقنر.